ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ما تتخضوش من عنوان الفيديو. النهارده جايه لكم بوصفه بعيده عن الاكل. اقول لكم ازاي انا بقدر استخدم جل الصبار لشعري ولبشرتي بطريقه ناجحه جدا من غير ما يبوظ. اول حاجه، لما باجي انقي الصباره اللي بقطعها من الزرع، انا زرعاه في البيت. لو انتوا مش زارعينه تقدروا تشتروه من عند اي حد بتاع زرع. بنقي الصباره اللي هي التخينه دي بتبقى مليانه جل. كده انا غاسله الصبار قبل ما اشتغل فيه عشان ما يبقاش فيه اي ترابه، وبقسم الصبارة كده لكذا واحدة عشان اقدر اشتغل فيه. وبشيل الطروف بالمقص من اليمين والشمال زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، وابدا اشد الجزء اللي من فوق دوت. وهجيب معلقة وابدا اطلع من الزرعة بتاعه الصبار كده زي ما انتم شايفين الجل بتاعها. وكمان القشر ده يا حبايب قلبي انا مش برميه، بحتفظ بيه في علبة بغطا، وابدا اعمل بيه بشرتي، ادلك بيه بشرتي مرتين في اليوم. حقيقي الصبار ليه فوائد للبشرة وليه فوائد للشعر كتير. من فوائد الصبار للشعر انه بيطول الشعر وبينعم الشعر، والبشرة بيديها نضارة جميلة جدا للبشرة، وكمان ليه فوائد لحب الشباب اللي في البشرة. زي ما انتم شايفين كده بعمل معاك واحدة كمان عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بشيل الطروف بالمقص من اليمين والشمال، وابدا اشد الجزء اللي فوق واشيل الجل كده بالمعلقه، بيتشال بكل سهوله. شايفين ما شاء الله فيها جل كتير، لان انا زي ما قلت لكم بنقي التخينه. هكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. وزي ما قلت لكم القشر انا مش برميه، بحتفظ بيه. هبدا احط كده الجل في كبه زي ما انتم شايفين، وهضربه ضربتين 3 لحد ما ينعم معايا. لو حسيتوا انه تقيل معاكم في الكبه اضربوا ضربه واستنوا، اضربوا ضربه واستنوا. اوعوا تضيفوا على الجل الصبار اي حاجه، ما تضيفوش اي حاجه يعني وانتوا بتضربوه، لان لو حطيتوا ميه على جل الصبار هيبوظ. كده ضربته في الكبه زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى اقول لكم ازاي بستخدمه. معايا برطمان فاضي كده بحط فيه شويه من جل الصبار، مش بضيف عليه اي حاجه. زي ما قلت لكم البرطمان ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه لبشرتي، باخد منه وادهن على بشرتي او ادلك بشرتي بيه، زي اي كريم بتحطوه او اي حاجه بتحطوها على بشرتكم. مفيد جدا زي ما قلت لكم للحبوب في البشره، وكمان بيدي نضاره للبشره. باقي الكميه هعمل فيها ايه؟ بجيب الشامبو اللي انا بستخدمه لشعري واضيف عليه. الشامبو اللي انا بستخدمه كده يا حبايب قلبي، اي شامبو انتوا بتستخدموه تقدروا تضيفوا عليه برضو جل الصبار وتغسلوا بيه شعركم وقت ما تحبوا. بدأت كده اضيف عليه جل الصبار وهخلطه كويس مع الشامبو، ومنين ما اجي اغسل شعري هغسل بالشامبو. يعني زي ما قلت لكم بحاول ادخل جل الصبار في كل حاجة عشان هو مفيد جدا. بخلط كده زي ما انتم شايفين. اخر حاجة بقى لاستخدام جل الصبار، بفضي كده الباقي في ازازة صغيرة، وابدأ ممكن اضيف عليه زيت جوز هند وزيت جرجير وزيت توم، واسرح بيهم شعري في اي وقت. بيبقى استخدام يومي عادي. وطبعا القشر قلتلكم مش برميه، بحتفظ بيه في علبة وابدا اعمل بيه بشرتي. وده الزيت اللي انا هسرح بيه شعري، والبرطمان اللي انا قلتلكم عليه للبشرة، وده الشامبو. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. مع السلامة.